بتبدأ حكايتنا في واحدة من الطوائف، وبنشوف بطلنا بين اتنين وواقف قدام مسكن معين، وابو ضب ده بيقول له يلا خش جوه وافتكر انك لازم تفضل جوه لمدة ساعة على الأقل قبل ما تخرج. وبالفعل بطلنا بيخش جوه والنظام بيظهر، وكل ثانية بيطول في عمره مدة يوم واحد. وبطلنا بيخش جوه القصر وبيقول للنظام اكتم صوت النظام علشان ما يجيلوش اشعارات. وبنعرف ان ده هو اسمه وانج تشي، وجي العالم الخلود من كام شهر بس، والسبب مش مفهوم. في نظام معاه بيضيف يوم لحياته كل ثانية، وطالما ان جسمه المادي وروحه ما اتدمروش تماما فيقدر يتعافى وكأن شيء لم يكن، ونظريا يقدر يعيش للأبد. ولكن في حالته الخلود ده مش خلود تام، لانه من حوالي نص شهر يعني اسبوعين شاف صاقل شيطاني بيدمر مدينة كاملة بتلويحة من ايده، وكل شيء تحت قوته الجبارة اتحول لرماد. ومن وقتها قرر يتخلى عن فكرة الراحة وبس، ولازم عليه يتدرب علشان يبقى اقوى ويقدر يرتاح في العالم ده. وبعد ما تم رفضه من اكتر من 12 طائفة بسبب ان مستوى ثقله قليل جدا، ولكن اخيرا لقى طريقة، وهو انه لازم يفضل في الغرفة ديت لمدة ساعة بس. ولو قدر يتأقلم مع طاقة اليانج مع السيدة المريضة هيحصل على مكان في طائفة لوشيان. والبنت بتقول له انت اخيرا جيت. وبطلنا تشي بيقول لها ايوه، وبيقول في نفسه مش هم قالوا انها مريضة ولكن شكلها زي الفل واحسن مني كمان. والبنت بتقول له قرب، وبالفعل تشي بيقرب منها. فالبنت بتقول له هل انا جميلة؟ وتشي بيحرج جدا وبيقول لها ايوه جميلة، انت اكيد في غاية الجمال. وهوب البنت بتطلع لسانها الطويل مترين قدام وبتساله بتقول له هل لسه جميلة في نظرك؟ وهنا تشي بيسكت شوية، والبنت بتقرب منه بتقول له ايها الشاب انا سالتك سؤال. وهوب تشي بيطلع المقص وبيقص لسانها، وده اللي بيفاجئ البنت جدا وبيصدمها. وتشي بيقول لها ايوه جميلة. فالبنت بتقول له ازاي تتجرأ على ايذائي انا؟ وبسرعة تشي بيتاسف لها وبيقول لها انا اسف جدا كومينا ساي. والبنت بتسكت وبتكون مستغربة جدا. وتشي بيقول في نفسه كنت عارف ان الامور هتكون صعبة جدا، ومن الواضح ان الولاده شريرة. هل انتهى امري بالفعل؟ والبنت بكل غضب بتقول له انا اسف. اصرفها فين اسف دي؟ واعمل ايه باعتذارك؟ انا دلوقتي هعرض عليك طريقتين للموت. الاولى هي ان اقوم باستخراج قلبك من مكانه، والثانيه هي انك تسيبني امتص قوه حياتك. وبسرعه تشي بيقول لها الثانيه اختار الثانيه، وبيكون متحمس جدا وبيقول في نفسه من الكويس ان طاقه حياتي بتزداد كل ثانيه. وده اللي بتستغرب منه البنت انه وافي بسهوله. وتشي بيستعد علشان يقلع هدومه وبيقول لها يلا امتصيها يلا. فالبنت بكل احراج بتقول له استنى يا عم انت ليه بتقلع هدومك؟ وتشي بيقول لها هو مش المفروض ان اقلع هدومي؟ والبنت بتقول له تمام ماشي يلا يا عم، في الحاله ديت هلبي طلبك. وبتبدا في امتصاص طاقه حياه بطلنا تشي. وبعد شويه وقت البنت بتكون في قمه السعاده بعد ما امتص طاقه حياته. وتشي بلا مبالاه وملل بيقول لها يلا خلصي بسرعه. ووقتها البنت بتتصدم من انه لسه عايش، وبتقول له ايه انا امتصيت حوالي 30 سنه من عمرك، ازاي يعقل انك لسه واقف؟ طب يلا نجرب تاني. وبتبدا المره الثانيه في امتصاص طاقه حياته. وبعد شويه وقت تشي بيكون واقع على الارض، والبنت بتقول انا امتصيت 60 سنه من حياته، لازم يكون ميت. وبتكون حاسه بالتعب جدا، وعلشان كده بتقرر ترتاح، ولكن بتسمع صوت تشي وده اللي حرفيا بيصدمها. وعلى طول بتبص وراه وبتقول هو ايه ده؟ وبتلاقي تشي نايم، وده اللي حرفيا بيصدمها وبتقول هو نايم ازاي ده ممكن؟ وبيكون بقى ابطال بطلنا تشي في سابع نومه وبياكل رز مع الملائكه. والبنت بتقول له ايه يا عم هو انت بتبص لي باستخفاف ولا ايه لدرجه انك بتنام قدامي؟ ده انت يومك اسود يومك اسود ياض. وبتستعد من تاني، والمره دي بكل قوه بتقوم بامتصاص طاقه حياته، وهي بتقول له انا كنت بحاول اديك موته رحيمه من غير اي الم، ولكن دلوقتي انا عاوز اسمع صراخك البائس وعاوز اسمع قلبك وهو بيتدمر. وتشي البارد بيقول لها لطيف جدا كمان يلا. وده اللي بتستغرب منه البنت. وتشي بكل راحه بيقول لها استمري مع النوع ده من القوه، كل ما امتصيتي حياتي بشكل اسرع كل ما حسيت براحه اكبر. والبنت بتقول له انت قوي يعني؟ طب يلا نشوف لاي مدى تقدر تستحمل. وبعد شويه وقت البنت بتجيب اخرها، وتشي بينزل وبيقول لها انت ما متيش صح؟ هل خلصتي ولا ايه؟ والبنت بغضب بتستعد للهجوم عليه وبتقول له ازاي ده يعقل؟ تم امتصاص منك مئات السنين، فازاي يعقل انك لسه عايش؟ هل انت فعلا بشري؟ ده لا يصدق، انت لسه ما متش، ازاي يعقل انك لسه ما متش؟ وتشي بيترعب اول ما بيشوف السيف في ايدها وبيقول لها بتعملي ايه؟ ده مجرد اختبار يخرب بيتك. والبنت بغيظ بتقول له انا هقوم بشق جسمك علشان اعرف ايه المميز فيك. وفجاه البنت بتحس بحاجه وبتقع على الارض وبتقول مستحيل، انا ما حصلش قبل كده اني استوعبت الكم ده من الطاقه، انا تعبانه جدا ومحتاجه ارتاح لاستيعاب طاقه الحياه ديت. وتشي بيقول لها هل انتهيتي دلوقتي؟ جه دوري يلا. وبيقرب من البنت واللي بتكون مش قادره تتحرك، بس بتقول له اوعى تقرب مني انا بحذرك هقوم بقطع راسك. وتشي بيديها ورقه وبيقول لها يلا وقعي، وده اللي بتستغرب منه البنت. فتشي بيقول لها ان الساعه لسه ما خلصتش، ولكن ده غلطك انت، بس نقدر ننهي الاختبار ده بدري باعتبار اني نجحت وزي ما وعدتيني انا هدخل الطائفه دلوقتي. والبنت بتقول له هل عاوز فعلا تخش الطائفه؟ انا عجبتني موهبتك. وبتدي له مرسوم اللي هو شيا لدخول الطائفه وانه دلوقتي يقدر يخش الطائفه. وتشي بيشكرها وبعدها بيمشي، والبنت بتقول في نفسها ان في شيء مش عادي
عادي في جسم الواد ده، وممكن يكون دواء على شكل جسم بشري، لازم اعتني بيه كويس، وان بعد ما اخرج من هنا هقبض عليه واصنع جرعه تقدر تتحدى السما. وبعد كده الحارسين بيكونوا بره وبيقولوا هو ليه الموضوع خد وقت طويل، وابو ضب بيقول ان ده واضح جدا وان السيده الحمراء مش بتسيب اي راجل يقرب منها. فالواد اللي معاه بيقول ان مفيش اي راجل قدر يقف قدامها، واكيد ان الراجل ده تم القضاء عليه بالفعل. ولكن فجاه الباب بيفتح، الاتنين وقتها بيتصدموا ومش بيكونوا مصدقين ان تشي خرج من عند السيده الحمراء وهو تمام. وتشي بيقول لهم اهلا انا خلصت خلاص، والاتنين حرفيا بيكونوا في قمه الصدمه لانه بالفعل خلص. وبيسالوه عن مكان السيده الحمراء، فبيقول لهم انها تعبانه وراحت تستريح، وده هو توقيعها. والاتنين بالفعل بيلاقوا توقيعها ومش بيكونوا عارفين ازاي هو لسه واقف وان ده مش ممكن. وبعد نص ساعه تشي بيوصل لمكان معين وهو طائفه لوشيان، وبيقف قدام الطائفه وبيقول كما هو متوقع من طائفه عظيمه في العالم الخالد ده شكلها رائعه، وان يكون قادر على دخول طائفه زي ديت فالموضوع يستحق المجازفه. وفجاه في اتنين بيوقفوه وبيقولوا له ان طائفه لوشيان هي طائفه للصقلين الخالدين بس، ارحل من هنا فورا ايها الفاني، يعني بشري عادي. المهم تشي بكل احترام بيقول لهم يا اخواتي انا انضميت جديد للطائفه بعد ما خلصت الاختبار. والواد ده بيقول له ان تم الانتهاء من طقوس تجنيد التلاميذ من 5 سنين، من فتره طويله يعني، فيرحل فورا والا هكون واقف معاك. وتشي بيطلع مرسوم وبيقول لهم يا اخواتي انا معايا مرسوم لوشيا، وبيقول في نفسه هو تم خداعي ولا ايه؟ الاتنين وقتها بيستغربوا من انه معاه مرسوم لوشيا. وتشي بيساله لو كان في اي حاجه غلط في المرسوم بتاعه، والواد بيقول له لا المرسوم تمام. وتشي بيقول له طب ممكن اعدي بقى؟ والواد بيقول له تقدر تخش ايوه اتفضل. وتشي بيقول تمام هدخل دلوقتي. ولكن فجاه الواد ابو شعر اصفر اللي مش سالك بيقول له استنى لحظه روح من الطريق ده، وبيوديه من طريق تاني. وده اللي بيستغرب منه تشي وبيقول له انا عاوز اعدي من البوابه. وابو شعر اصفر بيقول له لو كنت عاوز تخش طائفه لوشيا فلازم تعدي الطريق ده. وتشي بيقول له تمام ماشي، وبيقول في نفسه طالما هخش الطائفه فمش مهم الطريق اللي همشي فيه. والاثنين اللي مش سالكين بيقولوا لبعض ان الواد ده غبي جدا وانه لسه عاوز يخش من البوابه. يا له من سخيف، يا ترى هو جاب منين مرسوم لوشيا؟ وان مرسوم لوشيا كان عظيم في الماضي ولكن دلوقتي بقى ملوش اي لازمه. وبعد كده بشويه وقت بنرجع بقى لبطلنا تشيا واللي هنقول عليه بعد كده هو وانجا. المهم نرجع لبطلنا وانجا اللي بيكون زهق من المشي في الطريق ومش بيكون عارف هو ليه لغايه دلوقتي ما وصلش، وفجاه بياخد باله من حاجه وبنعرف انها بوابه، فبيروح عندها قدامها وبيقول في طاقه كثيفه موجوده هنا ومن المؤكد ان ده هو مكان الطائفه واكيد هو في المكان الصح. وبيلاقي مكتوب على البوابه اكاديميه المعاقين، وده اللي بيستغرب منه وانجا بس على طول بيخش المكان من البوابه واللي بتكون مليانه تراب. فبيقول قد ايه من الوقت تم تنظيف المكان ده اخر مره فيه، وبياخد باله من مجموعه اشخاص واللي بيكونوا 4 عواجيز قاعدين بياكلوا. فوانج بيروح وبيقول لهم انا تلميذ جديد لطائفه لوشيان. والاربع عواجيز بيستغربوا اول ما بيشوفوه وبيتجاهلوه وبيكملوا اكل وبيقولوا ان اخر واحد يخلص اكل هو اللي هيغسل الصحون، وده اللي بيستغرب منه وانجا بس بكل احترام بيقول لهم انا تلميذ جديد. والعجوز الاحمر بيقول له روح بعيد يا ابني، من امتى والمستشفى القديمه بتقبل التلاميذ؟ انا ما اعرفش مالهم. وبطلنا وانجا بيطلع المرسوم اللي معاه وبيقول له انا معايا هنا امر لوشيا وما عندكمش اي اختيار تاني غير تقبلوا الموضوع. وابو دراع بياخد منه المرسوم وبيقول هل ده هو فعلا امر لوشيا؟ ما ينفعش تخدعني، هو انت يا ابني اتجننت ولا ايه علشان تقص تنضم للمستشفى القديمه للمعاقين كتلميذ هنا؟ وده اللي بيستغرب منه وانجا. وابو شعر احمر بيقول له روح بعيد يا طفل وسيبنا ناكل. والعجوز ابو عيون بيقول اسكت، ما كانش في تلاميذ في المستشفى القديمه من اكتر من 50 سنه، فهل عاوز فعلا تفضل محاصر هنا لبقيه حياتك لغايه ما تبقى هيكل عظمي؟ والعجوز الاحمر بيقول له احنا، وقبل ما يكمل كلامه ابو عيون بيقول له ولا يهمني رايك انا مش عاوز ده. وبيقول لوانج هل عاوز فعلا تنضم للمستشفى القديمه؟ ووانج بيقول له انا عندي سؤال الاول، هل المستشفى القديمه تعتبر جزء من طائفه لوشيان؟ وابو عيون بيقول له تمام ماشي، من غير ما اكذب عليك هي تعتبر واحد من المنازل الاربعه الخاصه بالطائفه. ووانج بيقول له يبقى تمام انا عاوز انضم خلاص. وابو عيون بيقول له تمام ماشي، يبقى من دلوقتي ورايح انت تلميذ للمستشفى القديمه وكل الموجودين هنا هم معلمينك. وهنا وانج بكل احترام بيحييهم. والعجوز الصيني بيقول انا خلصت اكل خلاص اغسل انت الاطباق، وبيمشي من المكان. وابو دراع والاحمر برضه بيخلصوا اكل وبيقول ابو عيون اغسل انت الاطباق. وابو عيون بيتضايق جدا لانهم غفلوه وخلصوا اكل الاول ولبسوا في غسل الاطباق. ووانج بيقول له يا معلمي اللي دلوقتي هعمله، فبيمشي وبيقول له اغسل انت الاطباق. وده اللي بيستغرب منه وانج. وابو عيون بيقول له تبقى نظف المكان برضه. ووانج بيقول هل يمكن يكون ده مهام التلاميذ الاسطوريه؟ وبعد كده الاربع معلمين بيكونوا قاعدين مع بعض وبيتكلموا. فابو دراع بيقول لابو عيون هل عاوز فعلا تاخده كتلميذ؟ ايه اللي ممكن تعلمه؟ وابو عيون بيقول له هنسيبه يروح يتعلم تقنيات طائفه لوشيان الخالده، وان لسه في اشخاص بيجوا المستشفى المعاقين القديمه وعلشان كده لسه في امل فينا حتى لو كان امل ضئيل. والاحمر بيقول له ان وضعنا صعب جدا وحاله المستشفى متدهوره، ده غير ان الطائفه بتراقبنا والطائفه الشيطانيه
مافيا عاوزه تستحوذ على المستشفى، وابو عيون بيقول له بعيد عن كل ده لازم ان يكون في شخص علشان يشيل جثثنا ويدفنها بعد ما نموت. وبعد كده بعد شهر بنشوف وانج قاعد بيتدرب، وابو دراع بيقول لابو عيون ان الواد ده موجود هنا من شهر فليه مش بيتحرك، وان تلاميذ لوشيان موهوبين يقدروا يتموا عمليه ادخال الجسم في ربع ساعه، واغلب التلاميذ بيكملوها في 3 ايام، واسوأ التلاميذ بيكملوها في 10 ايام، وان الواد ده ما قدرش يعملها لاكتر من شهر لغايه دلوقتي. هل في حاجه فيه ولا ايه؟ وابو عيون بيقول له خلاص يا عم انا جبت اخري، انا هطرد الواد ده. والاحمر بيقول له ايه يا عم هو انت مش هتسيبه يدفن جثتك ولا ايه؟ وابو عيون بيقول له واد زيه ملوش اي فايده، مش قادر حتى على السكله، ممكن ما يعيش حتى لغايه ما نموت. وعندي وانج بيقول هو ايه اللي بيحصل؟ انا كنت بتدرب لمده شهر ولكني ما حققتش اي تقدم خالص، وان بعد كل الوقت ده المفروض. وقبل ما يكمل كلامه ابو عيون بيقول له يلا قوم، ووانج بسرعه بيقوم وبيقدم له التحيه والاحترام وبيناديه بالمعلم، والمعلم بيشاور له بيقول له اسكت، فوانج بيستغرب وبيقول له طب اناديك بايه؟ وابو عيون بيقول له ناديني باخويا الكبير، ويلا تعالى اخوك الاكبر هياخدك. وقبل ما يكمل كلامه في حد بيكسر البوابه، وده اللي بيستغربوا منه، والاشخاص دول بيجوا وقائدهم بيقول انا جيت اشوف لو كان العجائز المعاقين الموجودين في المستشفى القديمه ماتوا ولا لسه. وبنعرف من ابو دراع ان ده هو تشاو تشينج من قاعه تنفيذ القانون، وتشاو تشينج بيقول لهم هو انتم بتطفحوا ولا ايه؟ خلوني اقول لكم ان حياتكم المعاقه ملهاش اي فايده منها، وانتم فعلا ما تستحقوهاش. والاحمر بيقول له تشاو تشينج خلي بالك من اللي بتقوله، احنا كنا في طائفه لوشيان لفتره اطول منك بكتير، واحنا برضه نعتبر اسلافك. وتشاو بيقول لهم يا عواجيز انتوا خسرتوا جدارتكم، الاعمى والاعرج واللي ايده مقطوعه واللي رجله مقطوعه، مفيش اي حد فيكم طبيعي، كل اللي بتعملوه هو احراج الطفل خالده. والاعمى بيقول له تشاو تشينج لو انت هنا عشان تهنا فانت حققت اللي انت عاوزه، ومن الافضل ليك تمشي. وتشاو بيقول له انا لسه ما اتمتعتش اكتر فليه امشي دلوقتي واقفوا طابور وانحنوا قدام رجلي والا هحرق مستشفى المعاقين القديمه باللي فيها. والاعمى بيقول له تشاو تشينج بلاش تكون مغرور كده. وتشاو بيقرب منه بيقول له وليه لا؟ هل تقدر توقفني؟ وعلى طول بيترزع بالقلم، وبيبقى ده هو وانج اللي بيقول له ازاي تقدر تتكلم مع معلمي كده؟ وتشاو حرفيا بيكون مصدوم ومش فاهم اللي حصل، وحتى الاربع عواجيز بيكونوا مصدومين من اللي حصل. وتشاو بيقول مين الواد ده؟ ووانج بيقول له خليني اعرف عن نفسي، انا هو وانج تشين تشي تلميذ مستشفى المعاقين القديمه الجديده. وده اللي بيستغرب منه تشاو وبيقول لهم ازاي تتجرأوا يا معاقين انتوا انكم تاخدوا تلاميذ جدد؟ والعجوز الاحمر بيقول هو ليه الواد ده شاي جدا كده؟ دلوقتي انتهى امرنا. ووانج بيكمل وبيقول تشاو اسمعني وبس، ازاي تتجرأ على اهانه معلمي؟ لو كان معلمين الاربعه في مزاج كويس علشان يسامحوك فمش لازم عليك تتصرف كده معاهم. وابو عيون بيقول له وانج اسكت واخرج بسرعه من هنا. وتشاو بكل غضب بيقول مش هيتحرك من مكانه، وبيقول لوانج اركع حالا واعترف بغلطك. وهوب وانج بيرزعه بالقلم التاني يخرب بيت جحودك يا عم. تشاو وقتها بيستغرب جدا وبيقول له هل تجرؤ على ضرب تاني؟ وعلى طول بيهجم عليه عشان يقتله. والاعمى بيقول له وقف. وتشاو بالفعل بيهجم على وانج وبيقدر يصيبه، وهنا وانج بيتاثر جدا وبيقع على الارض قدام صدمه ابو عيون. وتشاو بيقول طفل مغرور، انا عضو في قاعه تنفيذ القانون، لو كنت تتجرأ على مهاجمتي فلازم تموت. والعجوز الاحمر بينفعل جدا وبيقول له ده مجرد طفل من غير طاقه ثقل وخدت ضده الاجراء القاتل ده، ضميرك فين يا عم؟ وتشاو بيقول له كلنا متدربين للطائفه، فهل عاوز تكلمني عن الضمير؟ هو انت فاكر ان ده مضحك؟ اليوم تم الصفع مرتين من غير اي سبب واضح وده مضايقني جدا، فيا عواجيز انتوا لازم تنحنوا قدامي دلوقتي ولا المساله دي. وقبل ما يكمل كلامه فجاه بيحس بألم شديد وهو وانج اللي بيعض من رجله زي الكلب الرومي، وهو بيقول تشاو مش لازم يتم اهانه سيدي المستشفى القديمه. وابو عيون بيستغرب لان وانج لسه عايش وده اللي بيصدم تشاو، بس بيقرر يهجم عليه تاني ويقتله. وابو عيون بيتضايق وبيقول له وقف حالا. وتشاو للمره الثانيه بيهجم على وانج بهجمه قاتله ووانج بيقع على الارض. وتشاو بيقول اكيد هو مات دلوقتي. وابو عيون بيكون في قمه الغضب وبيقول تشاو انت زودتها جدا، هو انت مش شايفنا واقفين قدامك؟ والاحمر بيجي بغضب وبيقول انا خلاص مش قادر استحمل، انا عاوز اقتله. وتشاو بيقول لهم ان من المحرم عليكم قبول تلميذ، حتى لو دلوقتي قتلته فمش هيلومني اي حد. وبيروح يعدي من فوق وانج وهو بيكمل كلامه بيقول جه الوقت علشان نسوي الحسابات معاكم يا العواجيز. وهنا غلط وانا كنت مستني يغلط. وانج على طول بيرزعوا القضيه، وتشاو حرفيا مش بيكون قادر من كتر الالم، وبنلاقي ان وانج كسر له البيض. يا جدعان يا ابن المفتريه سيب يلا. الاحمر والاعمى وقتها بيتصدموا، وكمان ابو دراع مقطوع والصيني مش بيكونوا فاهمين اللي بيحصل. ووانج بيكون ماسك البيضتين وبيقول له من المستحيل ان اسيب معلمي يهان، وان مستشفى المعاقين مش مكان بيقبل الاهانه. يلا سيب يلا حرام عليك يلا يا اخي. حتى الاعمى حاسس بوجع الشرير تشاو. وتشاو بصدمه بيقول له هو انت لسه عايش؟ سيبني بسرعه، قاعده ثقلي قربت تنكسر خلاص. ووانج بيقول له اعتذر لمعلمي. وعلى طول تشاو بيقلب زي القطه وبيقول له انا كنت غلطان على كل اللي قلته، انا وحش، سيبني بسرعه بقى. وبالفعل وانج بيسيبه وعلى طول بيستعد
بسيفه علشان يقتل وانج وبيقول له يا خسيس انت، انا هقطعك نساير. ولكن هنا الاعمى بيتدخل وبيوقفه وبيهجوم واحد بس، بيطيروا بعيد جدا. يخرب بيت ام القوه يا جدعان. والتلاميذ اللي مع تشاو بيروحوا يطمنوا عليه، وتشاو بيقول تمام ماشي يا فاشلين المستشفى، بقى عندكم الجرأة لتحدي قاعدة تطبيق القانون، ودلوقتي هيتم الغاء كل امتيازاتكم للشهر ده، استنوا بس. ولما بيمشي بيكون حاسس بألم شديد عند القاعدة بتاعته، والاحمر وابو دراع بيكونوا فرحانين جدا باللي وانج عمله، لانهم اول مرة يتحدوا الاغبياء دول. ووانج بيقول لابو عيون بالمناسبة يا معلمي انت سمحت لي بالخروج بس صح ولا ايه؟ وابو شعر احمر بيقول لابو عيون واللي بنعرف ان اسمه تيان يان بيقول له الواد ده عجبني. وابو دراع برضه بيقول من غير ما ننسى انه بيعرف يصطاد البيض ويكسره كمان زي ما كنا بنعمل ايام الشقاوه، ما ينفعش نسيبه يمشي. وتيان يان بيقول لوانج مش مشكله، تقدر تستنى هنا، ولو ما قدرتش تقوم بالثقل والوصول لهدفك فتقدر بس ترافقنا وتبقى واحد مننا. وده اللي بيفرح وانج جدا، وبيقول في نفسه شكل نجودي دلوقتي ما راحتش على الفاضي، انا قدرت اخيرا من اثاره اعجاب العواجيز دول، واقدر دلوقتي استنى. ومع ان النظام بيمنع جسمي المادي من التدرب الكامل، الا ان الموضوع ده مش بينطبق على الالم اللي بحس بيه. المهم بعد اسبوعين بنشوف الخمسه قاعدين بياكلوا، ووانج بيقول في نفسه كل اللي بعمله خلال اليوم هو الطبخ والتنظيف، وما ينفعش يستمر الموضوع كده، انا هنا للثقل حتى لو كنت ضعيف فلازم عليا اتدرب. وبيقول لهم يا معلمين انا عاوز استشيركم. وقبل ما يكمل كلامه تيان يان بيقول له لا مش عاوزين، وهنا وانج بيسكت. وبعدها ابو دراع بيقول ممكن يكون قادر على البقاء معانا هنا والاستمرار في المودي كودمون، ولكن ده مش حل للمشكله، ليه ما نعلموش ازاي يتدرب، ممكن يكون قادر على. وقبل ما يكمل كلامه تيان يان بيقول له اخرس واقفل بقك، هو انت عاوز تاذيه ولا ايه؟ وابو دراع بيقول له لا مش كده، كل اللي في الموضوع اني بشوف وانج وهو بيتدرب بجد، ومن المؤسف ان اراضي السماء بتلعب دور في افتكار الناس القدرات. والصيني بيقوم وبيقول انا خلصت اكل خلاص تبقوا اغسلوا الاطباق. ووانج بيبص للمعلم التاني وبيقول في نفسه ان المعلم التاني بيتردد في الكلام، وانا عارف ان قدراتي محدوده جدا وما اقدرش اتدرب بشكل مثالي، هل عنده اي حل؟ وبعد كده وانج بيروح للمعلم التاني، والمعلم التاني بيقول له الموضوع مش وكاننا مش عاوزين نعلمك، والمشكله هي ان الثقل بيعتمد بشكل كبير على القدرات، واحنا قلنا لك اسلوب الثقل الخاص بطائفه لوشيان، ولكنك برضه مش قادر تعلمه ومفيش اي شيء نقدر نعمله لك. ووانج بيقول له يا معلم انا ما جيتش اتدرب، وانا سمعت ان الناس بيقولوا ان المستشفى القديمه كانت في الماضي متالقه جدا وفي غايه القوه، فمن فضلك قول لي ايه اللي حصل. والمعلم بيقول له لو كنت عاوز تعرف فدي قصه طويله وكنا اكتر من مجرد تالق، وان المستشفى القديمه في مره من المرات انقذت طائفه لوشيان اللي كانت قربت تندثر. وده اللي بيفاجئ وانج وبيستغرب منه جدا، وبيقول له ان طائفه لوشيان هي اكبر طائفه خالده هنا، فازاي يعقل انها تكون على وشك الاندثار. والمعلم التاني بيقول له دي قصه طويله ومعقده، وكل اللي عليك تعمله هو انك تعرف ان طائفه لوشيان كانت محاصره عن طريق 4 طوائف، ومش اي طوائف، لا 4 طوائف رئيسيه، وكان بقائها متعلق على شعره. وفي اللحظه الحرجه قامت المستشفى بالوقوف والتصدي وعكس مصير الكارثه. ووانج بيقول له ده انجاز رائع، انا كنت عارف انكم كنتم اقوياء. والمعلم التاني بيقول له ده طبيعي، شايف هناك المعلم الثالث في الوقت ده كان اسمه صاحب قدمي الامبراطور السماوي، وكان بيخلي عدد لا يحصى من الناس خايفين، وماتت اعداد لا تحصى عند رجله برضه. وده اللي بيستغرب منه وانج وبيقول له امبراطور سماوي هو انت بتهزر ولا ايه؟ من الواضح ان المعلم الثالث عنده رجل واحده بس. وتقريبا كده يا ابطال القصه بدات تبقى حماس، وهنعرف ايه اللي حصل للناس ديت. المهم المعلم الثاني بيقول له انا بتكلم بجد والله، وبنعرف ان المعلم الثالث كان هو صاحب قدمي الامبراطور السماوي، اما المعلم الثاني هو الشيطان ذو القبضه الشيطانيه المزدوجه، اما المعلم تيان يان هو العين السماويه التي لا تقهر، وكانت وقتها عواقب القتال هي خساره اعمده القوه للطائفه. ووانج بيقول له طيب ازاي خسرت دراعك والسيد الثالث خسر رجله، وايه سبب فقدان السيد تيان بصره؟ والمعلم الثاني بيقول له ده لان المهارات اللي مارسناها ناقصه، بمعنى تاني اللي بنمارسه هو فن محرم. وده اللي بيفاجئ وانج. والمعلم الثاني بيكمل كلامه ويقول له ان التقنيات المحرمه قويه وفعاله، ومن اجل انقاذ طائفه لوشيان استعملناها كملاذ اخير، والعقوبه كانت الحصول على الحاله المعاقه اللي احنا فيها. ووانج بيقول له بما انكم قدمتم الكثير من اجل الطائفه فليه الطائفه بتعاملكم كده يا ابطال بالطريقه ديت؟ والمعلم الثاني بيتنهد ويقول له دي قصه طويله، ولكن الفن المحرم لسه عامل في القصه، وان ممارسه الفنون المحرمه مش مسموح بيها، وده هو السبب الاساسي. ووانج بيقول له انا عاوز اتعلم الفنون المحرمه، وده اللي بيصدم المعلم الثاني وبينفعل وبيقول له هو انت مجنون ولا ايه؟ ممارسه الفنون المحرمه بتضر بالجسم وكمان
بدل ما تنقص العمر وبالثقل تقدر تعيش لمئات السنين او حتى الاف السنين من غير اي مشاكل، مش زينا بنعيش اليوم بيومه وممكن نموت في اي يوم. ووانج اول ما بيعرف انها بتضيع الحياه فبيقول له ده مثالي جدا بالنسبه لي. والمعلم التاني بيقول له ما تفكرش حتى في الموضوع، وان معلمك هو اول واحد يعترض. ووانج بينده عليه والمعلم التاني بيقول له ها ايه تاني؟ ووانج بيقول له شكل ان كل شيء طبيعي مع السيد الرابع، فاعاقته فين؟ والمعلم التاني بيقول له انه متخلف عقليا. يا اخي بيت ام الضحك يا جدعان، وده اللي بيصدم وانج جدا. بس بيقول للمعلم التاني علشان تبقى عارف التقنيات المحرمه تعتبر من المحرمات بالنسبه للباقيين، ولكنها مناسبه ليا، واللي ناقصني هو الموهبه فهعوضه بالفنون المحرمه. وبعدها بيقوم وبيمشي وبيقول بما ان المعلم التاني والتالت مش عاوزين يعلموني فهدور على المعلم الرابع، ولازم الاول اعرف مكانه. وبعدها بشويه وقت بيروح للمعلم الرابع اللي بيكون واقف عند بحيره، والمعلم الرابع بيقول له ها عاوز ايه؟ وبيستغرب من وجوده. ووانج بيحييه وبيقول في نفسه ان تصرفات السيد الرابع لا تختلف عن الناس العاديين ولا كانه مختلف اصلا. المهم بيساله عن اللي بيعمله هنا، فالمعلم الرابع بيرد عليه وبيقول له انا اكتشفت حاجه. ووانج بيقول له اكتشفت ايه؟ فالمعلم الرابع بيقول له ان في 60 ثانيه بتمر في الدقيقه. يا جدعان اكتشف معجزه، وده اللي بيستغرب منه وانج. المهم المعلم الرابع بيقول لوانج المهم انت عاوز ايه مني؟ ووانج بيقول في نفسه هل يعقل ان المعلم الرابع عارف ده؟ وبيقول له يا معلم. وقبل ما يكمل كلامه المعلم الرابع بيقول يبقى خمنت صح، انا واثق ان تخميني صح. ووانج بيضحك وبيقول في نفسه انا لغايه دلوقتي مش فاهم اي حاجه. المهم بيطلب منه يعلمه ازاي يمارس الفنون المحرمه. والمعلم الرابع بيقول له ايه رايك فيا؟ ووانج بيقول له انت عندك حكمه واسعه بتخليني قدامك زي الجاهل، بالاضافه لكده انت جميل وذكي ومحترم، وانت بتخليني استفيد بشكل لا يصدق. وقبل ما يكمل كلامه المعلم الرابع بيمشي وهو بيقول له لو كنت على استعداد للتكلم معايا فهتلاقي انك اهدرت شويه من الوقت. ووانج بيقول له استنى، الاستماع ليك افضل من التكلم ليك، واني مش عاجز، واني بتدرب بجهد وبعمل اقصى ما عندي. والمعلم الرابع بيقول له انا اقدر اعلم الاطفال وعلشان كده هاخدك كتلميذ ليا. ووانج بيقول في نفسه شكل ان الكلام بغموض هو السبيل لفهم اسرار المعلم الرابع. المهم بيقول له ممكن تعلمني الفنون المحرمه؟ والمعلم الرابع بيقول له انزل في الميه تحت. ووانج بيقول له ده مكتوب لافتة هنا ممنوع السباحه، فازاي عاوز ننزل؟ والمعلم الرابع بيقول له ان الميه ديت بتحتوي على هاله الفنون المحرمه، علشان كده ممارسه الفنون المحرمه جواها هيخليك تحصل على نتيجه مضاعفه بنص الجهد. ووانج بيقول هل ده ممكن فعلا؟ والمعلم الرابع بيقول له تقدر تعملها الا لو انت ما تقدرش. ووانج بيسكت واللي هو ايه الهبل ده، انا ايه اللي جابني هنا؟ والمعلم الرابع بيمشي وهو بيقول ان شباب اليوم ما يتقارنوش بالجيل الاكبر سنا. وبعدها وانج بيقف قدام البحيره وبيقول مهما كان الموضوع هجربه. وطبعا النظام بيزود في عمره يوم كل ثانيه، ووانج بينزل البحيره والنظام بيزود في عمره. ووانج بيقول من المؤكد ان ميه البحيره بتحتوي على قوه سحريه خاصه محرمه واللي يمكن انها تسبب ضرر كبير للجسم، وان من الكويس ان بيمتلك قدره النظام، ولو كان شخص تاني فكان هيموت في دقيقه واحده. ومع ان ميه البحيره بتسبب ضرر بالجسم الا اني حاسس ان جسمي بيزداد قوه باستمرار. وبعد شويه وقت بنشوف اتنين بيجوا المكان وواحد منهم بيسال التاني لو كان ده المكان الصح، فالتاني بيقول له ايوه هو، وانه يعتبر كمشفى المعاقين وفي الرجاله اللي مارسوا فنون محرمه واللي بقى ملهمش اي فايده، ولازم نحصل دلوقتي على الفن المحظور ونمشي بسرعه، وان طائفه لوشيان بقى قويه دلوقتي علشان كده هيكون من الصعب التعامل معاها لو اكتشفوا اللي بيحصل. وبيوصلوا عند البحيره وبيشوفوا وانج فبيكونوا عاوزين يقبضوا عليه، وبيقولوا ان الواد ده مغفل واحنا وراه وما لاحظناش حتى. وواحد منهم بيهجم على وانج وبالفعل بيمسك وانج وبيقول ان من السهل جدا القبض عليك يا مغفل. ووانج بيتفاجئ وبيقول له مين انت؟ والواد بيقول له اوعى حتى تفكر تطلب المساعده والا هقتلك فورا. ووانج بيقول له مين انت وايه اللي ناوي تعمله؟ والواد بيسحبه لبره وبيقول له بطل هبل بقى وتعالى. فوانج بيمسك ميه وبيحدفها عليه والواد بيضحك وبيقول له بترشني بميه البحيره؟ هو انت بنت ولا ايه يا قطه؟ وقبل ما يكمل كلامه بيلاقي وشه بيحترق ووانج بيفلت منه والواد بيتألم جدا وبيصرخ من الالم. وصاحبه بيقول له مالك؟ فبيقول له البحيره دي ملعونه. ووانج بيقول له انزل لي يلا وبيمسك رجله وبياخدوا لقاء البحيره. الواد وقتها بيعرف الكارثه اللي فيها وبيحاول يقاوم ولكن من غير اي فايده. وانج مش هيسيبك وجسم الواد بيبدا يتحلل وميه البحيره بتنهش في لحمه وبتظهر عظمه. ووانج بيمسكه من راسه وبيرزعه في قاع البحيره وصاحب الواد بره بيكون مصدوم وبيقول هو ايه اللي بيحصل؟ الميه دي فيها ايه؟ والواد بينده على صاحبه علشان ينقذه ووانج بيطلع بيقول له ايه يا عم مش هتنقذه ولا ايه؟ والواد بيكون مرعوب جدا ووانج بيطلع الواد وبيقول له هو مش هينقذك. والواد بيقول انقذني يا اخويا انقذني انا عاوز اعيش. وقبل ما يكمل كلامه وانج بيقول له لا مش هينقذك وبينزله في الميه من تانية. فصاحبه بيتضايق وبيهجم عليه وبيقول له تبا ليك انت اتجرأت على قتله قدامي وعلشان كده هقتلك. وبيهجم على وانج بيطيره بعيد وبيقول له طالما اني مش هلمس ميه البحيره فانا بامان. وبيقول ان الراجل ده بقوه متوسطه علشان كده اكيد اقدر اقتله. ووانج بيفكر مع نفسه بيقول لو جسمي ما بقاش اقوى خلال المده ديت اللي فضلت فيها في البحيره فكنت
اتصاب بالضربه ديت، والواد بيهجم عليه من تانية، وبينزل وانج تحت الميه، والواد بيقول له قد ايه من الوقت تقدر تستحمل جوه البحيره، ووانج بيجي من وراه وبيحدف عليه ميه، والواد بياخد باله وبيحاول يفيد الميه، وعلى طول بيرجع لورا وايده بتبدا تتحرق، فالواد بينفعل جدا وبيقول له يا هلاك من ماكر، لو كان عندك جرأه اطلع لي، ووانج بيقول له لو كان انت عندك جرأه انزل لي، وفجاه الواد بيمسك وانج بالحبل اللي معاه وبيضحك وبيقول له اخيرا مسكتك، وبيسحبه لبره، ووانج بيشد الحبل ويقول له وقف، والواد برضه بيشد الحبل وبيقول له يلا نشوف مدى قوتك، وبيقدر يشده لبره وبيطلعه بره البحيره فعلا، وبيقول له انت فعلا مجرد قمامه ما تستحقش تواجهني، ووانج بيقول ان الموضوع مزعج وان القوه اللي عززتها مش كفايه لمواجهه تلميذ الطائفه الشيطانيه اللي زي ده، والواد بيقول له يا طفل انت لما تطلع لهنا هحولك لعجينه، ووانج في الميه بيقول لما كنت في البحيره جسمي اقوى شويه، فايه اللي هيحصل لو شربت الميه على طول، وبينزل جوه البحيره تاني وبيقرر يشرب الميه لان ما عندوش اي اختيار تاني، وده اللي بيستغرب منه الواد وبيقول هو ايه اللي الواد ده بيعمله، ووانج بيطلع من تاني وبيبدا يحس بالقوه والنظام بيزود عمره، وبيقول في نفسه ده مؤلم جدا، اعضائي الداخليه بتتحرق كأن في جيش من النمل بيقوم بعض جسمي من جوه، ومع كده فانا بزداد قوه وعلشان انجو هستمر، وبينزل يشرب من تاني، والواد بيقول له هو انت مجنون ولا ايه، وبيسحبه لبره، ووانج بيطلع وبيكون مش قادر ياخد نفسه، والواد بيستعد للهجوم عليه وبيقول له بغض النظر عن لو كنت مجنون او عاقل فانا هقتلك، وبالفعل بيهجم على وانج، ووانج بيصد هجومه، والواد مش بيكون عارف صابه او لا، ووانج لاول مره بيظهر حالته، ووقتها الواد بيتصدم وبيقول ايه ده، هل ده هو المظهر الاسطوري للجسم الذهبي في عالم سوق الجسم الشديد ده مستحيل، مظهر الجسم الذهبي عباقرة السماء والارض هم بس يقدروا يستخدموه، فازاي يعقل ان يقدر واد مجهول زي ده، وقبل ما يكمل كلامه على طول بيهجم على وانج علشان يقتله من غير ما يديله اي فرصه، ووانج هو كمان بيهجم عليه وبيقدر يسيب الواد، وبالضربه دي بيقتله، وبعد كده عند المعلمين الاربعه الشيخ الرابع بيجي علشان كلهم ياكلوا، والمعلم تيان يان بيسال عن وانج وانه فين دلوقتي، والمعلم التالت بيقول انا ما شفتوش وانه في العادي بيجي في الميعاد المحدد هنا علشان ياكل فاتاخر اليوم، والمعلم التاني بيقول انا برضه ما شفتوش، وتيان يان بياخد الاكل من المعلم الرابع وبيقول له هنبقى ناكل بعدين، هل شفت وانج، والمعلم الرابع بيقول له انه كان بيسبح في البحيره الموجوده في الفناء الخلفي وشفته بيتدرب هناك، وتيان يان بيطمن وبيقول لو ما كانش عنده القدره الكافيه لممارسه السباحه فبغض النظر عن اللي هيعمله فكل ده هيروح على الفاضي، وقبل ما يكمل كلامه بيستوعب الثلاثه بيتصدموا وبيعرفوا اللي فيها، والمعلم التاني بيقول ان مياه البحيره سامه جدا وهي بتدوب اللحم والعظم، هو اكيد هيموت اول ما ينزل الميه، وبيجروا عليه علشان يطمنوا، والمعلم التالت بيقول ان الموضوع انتهى الموضوع خلاص بعد ما اخيرا حصلنا على تلميذ انتهى الموضوع هو مات، وتيان يان بيغضب جدا وبيقول تبا ده غلطي حتى لو ما كانش عنده مؤهلات لممارسه الفنون القتاليه كان لازم اعلمه الصبر، وفجاه المعلم التاني بياخد باله من جثه بعيد، فالثلاثه بيروحوا له وبيلاقوه مش بيتنفس فبيقولوا انه خلاص مات، والمعلم تيان يان بيحط ايده على الجثه وبكل حزن بيقول وانج كل ده بسبب معلمك، ولكنهم بيلاقوا الشخص ده غريب وانه مش وانج وان الواد ده تقريبا من الطائفه الشيطانيه، ووانج بيطلع قدامهم من البحيره، الثلاثه بيتصدموا ووانج بيرحب بيهم وبيقول لهم ده انا، حرفيا مش بيكونوا مصدقين اللي شايفينه، والمعلم الثالث بيقول له انت بتعمل ايه في الميه، ووانج بيقول له ان المعلمين الاربعه علموني تدريب في الميه وان عندنا تاثيرات رائعه فعلا، وتيان يان بيقول له هو انت مش حاسس باي الم او اي حاجه غلط، ووانج بيقول له في البدايه حسيت بحاجه ولكن دلوقتي عادي وكمان شربت كتير من ماء البحيره، والمعلم التالت بيقول له انت بتهزر معانا ولا ايه، وتيان يان بيساله عن اللي حصل للواد ده، ووانج بيقول له انا قتلته، فالمعلم التاني بيقول له بلاش تتباهى وان مش كويس انك تتباهى بالحاجات دي وانت في السن ده، ازاي قدرت تقتله وانت حتى ما تقدرش تتدرب، والمعلم التاني بيقول لوانج علشان ما اكدبش عليك ان يكون الشخص من الطائفه الشيطانيه بيكون صعب جدا في التعامل معاه، ووانج بيقول له انا قتلته فعلا، والمعلم التاني بيقول له هل تجرؤ على التباهي وانت واقف قدام معلمينك، تعالى وريني ازاي قتلت المتدرب الشيطاني ده، ووانج بيقول له ما اظناش فكره كويسه، والمعلم التاني بيقول له يا عم مالك هو انت فاكر انك تقدر تاذيني انت بتبالغ في التفكير في الموضوع، معلمك التاني محصن ضد السيوف والبنادق، وقبل ما يكمل كلامه وانج بيهجم عليه وبيسدد له قويه جدا بتطير المعلم لورا وبتكسر بيه الحيطه، وده اللي بيصدم المعلم التالت وتيان يان، والمعلم التاني مش بيكون فاهم اللي حصل، ووانج بيقول لهم ده اللي حصل وده اللي عملته، والمعلم التاني بيسال تيان يان عن اللي بيحصل وايه التفسير للي حصل مع وانج، وتيان يان بيفكر بيقول ان في اليوم ده وانج تعرض للهجوم كذا مره عن طريق تشاو تشينج ولكنه قدر ينجو، وانا وقتها حسيت ان في شيء
مميز موجود في وانج. ودلوقتي مع ان وانج ما عندوش المؤهلات اللازمه للثقل الا انه متمتع بلياقه بدنيه خاصه. والمعلم الثالث بيقول انه منيع ضد كل السموم ويتعافى من الاصابات بسرعه كبيره. فهل ده هو الجسم المنفرد الاسطوري؟ وده اللي بيستغرب منه وانج وبيقول له هو انت بتهزر؟ وتيان يان بيقول ايوه الجسم المنفرد معروف برضه بجسم اليانج النقي اللي بيتمنى ان يحصل عليه عدد لا يحصى من الثقلين في العالم. ولكن من المؤسف ان صاحب الجسم ده ما يقدرش يقرب من النساء والا فيتم كسر قوه اليانج النقيه وهتفقد قوه اليانج النقيه تاثيرها. ووانج بيقول له يا معلمي بما ان عندي جسم اليانج النقي فهل دلوقتي اقدر اتدرب؟ وبيقول في نفسه بما انهم فاكرين اني بملك الجسم المنفرد فهيقدروا يعلموني التقنيات المحرمه بتاعتهم. وتيان ين بيقول له بص يا عم علشان انت صبور لدرجه انك شربت من ميه البحيره فهنسمح لك بممارسه تقنياتنا المحظوره تدريجيا في المستقبل، ولكن مش لازم تعمل ده وانت مستعجل. فالتقنيات المحرمه اكتر تدميرا من اللي انت فاكره. والمعلم التاني بيقول لوانج برضه لازم تعرف ان المستشفى القديمه مكروهه من طائفه لوشيان وكمان الطائفه الشيطانيه بتقوم بالتجسس علينا. واديك شفت واحد من تلاميذ الطائفه الشيطانيه اليوم ووانج بيساله ليه الطائفه الشيطانيه بتتجسس عليهم. والمعلم التالت بيقول له ان الطائفه الشيطانيه عاوزه تحصل على التقنيات المحرمه بتاعه المستشفى القديمه. ووانج بيقول له مش المفروض يخافوا من عواقب التدريب على التقنيات المحرمه دي؟ فالمعلم التاني بيقول له ان الطائفه الشيطانيه ما عندهاش اي مشكله في ده وان حتى لو كانت تقنيات محرمه بتاذي الجسم فهم لسه يقدروا يعالجوا نفسهم عن طريق قتل الكائنات الحيه، وعلشان كده مش لازم تقع التقنيات المحرمه في الايد الغلط والا هتدمر حياتك كتير. ووانج بيقول لهم تمام فهمت. وبعد كده بشويه وقت وتحديدا بعد 3 ايام بنشوف وانج وهو قاعد بيتدرب على التقنيات المحرمه وفجاه صباعه بيفرقع وبيتم قطعه. فبيقول علشان كده هي تقنيات محرمه حركه واحده بس قطعت صباعي وصباعه بيتم شفائه تاني. وبيقول لحسن الحظ ان عندي جسم غير عادي وانا قادر اتخيل الثمن اللي دفعه المعلمين الاربعه لممارسه التقنيات المحرمه دي.